ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل صينيتين جلاش مختلفين، واحده صوابع والتانية بيتزا جلاش. الصوابع هنطلعها 16 قطعه جلاش. يلا بينا نشوف هنحشيها ايه. انا هحشي شويه جبن. عندي جبنه بيضه، جبنه رومي، هدهن طبعا زبده وزيت، زيتون، جبنه موتزاريلا، فلفل اخضر وطماطم مقطعه. وما ننساش طبعا البيض واللبن اللي هنسقي بيه الجلاش، ورشة الفلفل الاسود ورشة الملح. يلا بينا نشوف الخطوات والطريقة. يلا بينا. اول حاجة هعمل الجلاش الصوابع. طبعا انت بتجيبي لفة الجلاش دي، بترمي معاكي 16 قطع جلاش. تاخدي لفتين كده، تاخدي ورقتين وتدهني الصينية بتاعتك. انا هدهن النهاردة الجلاش بتاعي زبدة وزيت وممكن سمنة وزيت. طبعا ايه ده تدهنيه كويس عشان بيورق معاكي الجلاش، وتطبقيه زي ما انت شايفة كده، وتلفيها كده هتطلع واحدة، وبعدين هنقطعها بالسكينة نعملها اتنين. شايفين عاملة زي السندوتشات ازاي وحلوة، ونرصها في الصينية بتاعتنا. طبعا الطماطم لما نيجي نحطها في جلاش نشيل منها البذر. حط بقى شوية جبنة بيضة، عليهم جبنة رومي، عليهم جبنة موتزاريلا، ممكن جبنة بيضة بس بشوية فلفل وشوية زيتون، ممكن طبعا لحمة مفرومة. طبعا الجلاش بيتحشي حشوات كتيرة خالص. شايفين الجمال؟ هترمي معانا كتير، ممكن اللفتين تعمليهم صينيتين. طبعا هيرموا معاكي كمية حلوة لو عندك عزومة، او كمان لو عندك كمان هتعملي غدا يبقى جنبيها صينية مكرونة بشاميل، كده الغدا بتاعك خلص. شايفين بقى كده؟ هنعمل كل الجلاش بتاعنا بنفس الطريقة. تاخدي لفتين ورقتين جلاش وتحشيهم زي ما انت عايزة كده، وتلفيهم من الجناب وتقفليها قفلة حلوة كده وتدهنيها طبعا، وترصي في الصينية بتاعتك. هيطلعوا معاكي 16 قطع جلاش حلوين جدا. هنعمل طبعا كل جلاش بنفس الطريقة. طبعا الجلاش ده سهل جدا وما بياخدش معانا وقت. شايفين؟ كمان هنعمل بيتزا جلاش اللي هتطلع حلوة خالص معانا، وبيطلع الجلاش بتاعنا طعمه حلو ومورق. دي اخر واحدة برضه انا هعملها رغم انها متقطعة، بس برضه هنعملها ونطلعها اتنين. ندهنها دهنة حلوة كده ونحشيها. ممكن ايه تحشي مرة جبنة رومي مع جبنة موتزاريلا، مرة جبنة بيضة مع فلفل وطماطم. شكلي طبعا. شايفين اهي طلعناها برضه، والصينية بتاعتنا شايفين اتملت ازاي. دول كده 16 قطعة خلاص خلصناها. نركنها على جنب ونروح نعمل بيتزا جلاش بتاعتنا. طبعا بيبقى شكلها برضه حلو. هنحشي الجلاش من النص ونحشيه من فوق. انا قسمت اللفة بتاعتي، شوفي العدد بتاعها واقسميها، نصها تحت ونصها فوق، وتحشيها طبعا من جوه. انا حشيتها من جوه بس الفيديو طلع انا ما بسجلش، حبيت اقول لكم ان انا حشيتها كمان من جوه. وكمان هنقطعها بالسكينة قبل ما ندخلها الفرن، ونحط عليها من بره. شايفين؟ ونحط عليها برضه نفس الخلطة. شايفين؟ وادي الصينيتين بتوعنا نروح ندخلهم الفرن، وهنرش عليهم رشة الجبنة الموتزاريلا. طبعا احنا دخلناهم الفرن يا دوب اول ما تحمر من تحت شوية، تروحي عاملة الخلطة بتاعتك اللي هي ربع كوباية لبن، عليها بضاية ورشة الملح ورشة الفلفل الاسود. تقلبي طبعا تقلبي بالشوكة كويس خالص عشان تفك البيض مع اللبن. وطبعا هي هنسقي بيهم الصينيتين بتوعنا وندخلهم تاني الفرن عشان يكملوا السوا بتاعهم. هعمل برضه لنفس الصينية ربع كوباية لبن وبضاية، وطبعا الملح والفلفل الاسود. تعالوا نجيبهم من الفرن عشان نسقيهم مع بعض. وكده عملتي احلى صينيتين جلاش معاكي بشكلين مختلفين. لو عندك عزومة وعايزة تشكلي طبعا اعملي الاتنين شكلهم مختلف. ادي الصينيتين يا دوب هيبدأوا يحمروا من تحت، هنرش عليهم اللبن والبيض
وهندخلهم تاني وتعالى اوريكم بعد ما استووا شكلهم عامل ازاي. شايفين بقى دي الصينية بتاعتنا اللي هي بيتزا الجلاش، شكلها حلو خالص يفتح النفس طبعا، الالوان بتدي شكل حلو للاكل. وادي الصوابع بتاعتنا الجميلة، ممكن تعملي الاتنين صوابع، ممكن تعملي الاتنين بيتزا اللي يريحك. طبعا هنحاول نطلع لكم حتة كده وهي سخنة. قطعيها بقى كبير تقطعيها صغير براحتك، انا مقطعاها كبيرة شايفين. وهطلع لكم كمان من الصوابع بتاعة الجلاش بتاعتنا الجميلة كده، وهوريكم ازاي بعد ما اغرفها يبقى شكلها حلو في السرفيز لو عندك عزومة. شايفين ادي الصوابع وادي البيتزا الجلاش، شكلهم حلو ولونهم ذهبي وجامدين جدا والطعم تحفة. وطبعا مورق معاكي الجلاش عشان الزبدة مع الزيت اللي احنا حطيناها. شايفين الجلاش، بس طبعا انا هوريكم ان انا حشيته من جوه لان انا الفيديو بتاعي ما كانش بيسجل وانا بحشي من جوه، حطيت نفس الخلطة جوه في النص. شايفين الجمال، بس طبعا هو سخن انا مش عارفة امسكه. تعالوا اوريكم ازاي بعد ما اغرفه هيبقى شكله حلو ازاي في السرفيس بتاعي. يلا بينا. شايفين بقى الجمال بتاع الصوابع يبقى شكله حلو ازاي طبعا في السرفيس، وبيرمي كمية حلوة. شايفين اللون الذهبي ومورق معانا وشكله حلو خالص وجميل جدا. وهوريكم طبعا البيتزا بتاعتنا اللي هي بيتزا الجلاش. ممكن لو عايزين ياكلوا بيتزا ممكن تعملي لهم دي ولا تعجني ولا اي حاجة، تجيبي لفة الجلاش وتعملي البيتزا بتاعتك كده. خلاص خلصنا لفتين الجلاش، الفيديو بتاعنا خلص والوصفة بتاعتنا خلصت. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.